أهلا وسهلا بكم في هذا التقرير الإخباري حيث نرصد لكم أبرز الأحداث الرياضية في هذا اليوم. نسلط الضوء على عدة قضايا هامة في عالم كرة القدم، من قرارات متوقعة في ريال مدريد قد تؤثر على مستقبل المدرب كارلو أنشيلوتي إلى إقالة مدوية في مانشستر يونايتد هزت أوساط الجماهير، إضافة إلى صراع الكرة الذهبية بين نجوم كرة القدم، وأخبار أخرى ظريفة عن نجوم الملاعب. تابعونا للتفاصيل الكاملة. لنبدأ. تخيلوا أنفسكم في مدرجات سانتياغو برنابيو، الجماهير الغاضبة، الهمهمات المحبطة والنظرات الحائرة بعد هزيمة قاسية أمام الغريم التقليدي برشلونة. ولكن ما يجري خلف الأبواب المغلقة في مكاتب إدارة النادي شيء أكبر من الهزيمة. إنها خيبات الأمل العميقة التي تسيطر على عقول المسؤولين في ريال مدريد، لدرجة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يخطط لتحرك جريء. كارلو أنشيلوتي، ذلك المدرب الإيطالي الذي جلب الفرحة والبطولة للنادي، يجد نفسه اليوم تحت ضغط هائل. بيريز، الرجل الذي لا يهاب القرارات الكبيرة، يرى أن عهد أنشيلوتي قد وصل إلى نهايته، وبحذر شديد تظهر الأخبار بأن البديل المنتظر قد يكون الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الذي صنع لنفسه اسما في عالم التدريب بعد قيادة فريق باير ليفركوزن إلى مستويات مذهلة. فهل نحن حقا على وشك رؤية نهاية عهد؟ كيف سيستقبل جمهور ريال هذا القرار؟ فلنتوقف هنا ونتساءل، هل يمكن أن يتحمل أنشيلوتي هذا الضغط حتى يتمكن من قلب الطاولة لصالحه؟ كيف سيكون ردة فعل اللاعبين والجمهور إذا تمت إقالته بالفعل؟ دعونا نفكر في هذا معا. وبينما تتصاعد الشائعات، يأتي صوت آخر من داخل النادي، صوت أنشيلوتي نفسه، المدرب الذي رغم كل التحديات لا يزال يؤمن بأن التغيير ممكن، وفي خطوة جريئة يطلب من الإدارة تدعيم دفاع الفريق في الانتقالات الشتوية. فبعد الهزائم المتتالية، يرى أنشيلوتي أن الحصول على ظهير أيمن مميز وقلب دفاع قوي سيكون حلا مناسبا لوقف نزيف الأهداف، بل أن طلباته تصل إلى درجة المطالبة بضم ألكسندر أرنولد من ليفربول. تخيلوا أنتم في مكان فلورنتينو بيريز، تفكر في مدى كفاءة هذا القرار، وفي نفس الوقت ترى أن طلبات المدرب قد تكون باهظة ومخاطرة مالية ضخمة. ولكن في عيون أنشيلوتي كل شيء ممكن لإنقاذ الفريق من الانحدار. أنتم كمشاهدين، ماذا لو كنتم مكان رئيس النادي؟ هل كنتم ستدعمون أنشيلوتي وتطلبون طلباته، أم تفضلون التغيير الجذري؟ هذه هي الحيرة التي يعيشها النادي الآن. والآن دعونا نغادر إسبانيا ونحلق إلى إنجلترا، تحديدا في مدينة مانشستر. هناك يعيش جمهور مانشستر يونايتد وصدمة من نوع آخر بعد أن أعلن خبر إقامة المدرب الهولندي إريك تين هاغ، بعد أن عاشوا معه لحظات مجد وفوز بكأس كاراباو والاتحاد الإنجليزي. يجدون أنفسهم الآن في دوامة وتراجع الأداء. الفريق يقبع في المركز 14 في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويبدو أن الضغط على تين هاغ بلغ ذروته بعد خسارة مؤلمة أمام ويست هام. البيان الرسمي الذي أصدره النادي يعبر عن شكر عميق للمدرب على الفترة التي قضاها معه، ولكنه يشعر الجماهير بالخيبة والإحباط. والآن يسلم زمام الأمور لأسطورة النادي رود فان نيستلروي لتولي المهمة مؤقتا. تصوروا أنفسكم كمشجعين لمانشستر يونايتد، هل تتفقون مع قرار الإقالة، أم ترون أن تين هاغ كان يحتاج إلى فرصة أطول؟ هذه هي لحظة الأسئلة الصعبة، لحظة إعادة التفكير في مستقبل النادي. نصل الآن إلى لحظة مليئة بالإثارة والحماس، إنها الكرة الذهبية لعام 2024 وهناك في مدريد. كان الجميع يترقب أن يحصل فينيسيوس جونيور على الجائزة، خاصة بعد موسم استثنائي مع ريال مدريد. ولكن تظهر تقارير عالمية تشير إلى أن الجائزة قد ذهبت للإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي. لكم أن تتخيلوا تلك اللحظة عندما يعلم فينيسيوس جونيور، وقد عانق حلم الفوز بالكرة الذهبية، أن هذا الحلم قد تلاشى. هل يمكن أن تتخيلوا شعور لاعب بعد موسم من الجهد والعطاء، ثم تأتي تلك اللحظة المؤلمة؟ وهذا الإحباط لن يقتصر على فينيسيوس وحده، بل يمتد إلى عاشق ريال مدريد، كانوا يترقبون هذا التتويج الكبير. ماذا لو كنتم في مكان فينيسيوس؟ كيف ستكون ردة فعلكم؟ أترون أن الكرة الذهبية ذهبت لمن يستحقها، أم أن فينيسيوس جونيور كان الأجدر؟ ونختتم رحلتنا بقصة تحمل طابعا مختلفا تماما، إنها عن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي يعرف بشغفه الشديد ليس فقط للعبة بل ولأكل السلمون النرويجي الطازج.
هذا السلمون ليس مجرد وجبة غذائية، إنه جزء أساسي من نظامه الذي يساعده على البقاء في قمة لياقته وأدائه. هل تصدقون أن هالاند وصل به الأمر إلى طلب استيراد السلمون مباشرة من النرويج؟ بل وبتحضير خاص من أمهر الطهاة هناك. هذا الطلب كلف النادي مبالغ طائلة، ولكنه مثال حي على كيف يمكن أن يكون للعادات الغذائية دور في نجاح الرياضيين. هالاند يعرف تماما ما يحتاجه ليكون الأفضل في حالته، وهذا التفاني هو ما يجعله مميزا. أنتم هل تعتقدون أن هذا التفاني في التفاصيل الصغيرة مثل الطعام هو ما يميز هالاند ويجعله في هذه المكانة؟ إن لحظة تأمل في كيفية تأثير التفاصيل الصغيرة في نجاح الكبار. أصدقائي، كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها دراما حقيقية نعيش تفاصيلها مع كل خبر، مع كل قرار، ومع كل قصة خلف الكواليس. شاركونا أفكاركم، أخبرونا كيف تشعرون حيال هذه القصص. من هو المدرب الذي يستحق فرصة جديدة؟ ومن هو اللاعب الذي الأجدر بالكرة الذهبية؟ ننتظر تعليقاتكم وراءكم بفارغ الصبر، ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الكرة المستديرة.